كريم أسامة واحد من اكتر الرابرز اللي صاعدين بقوه في الفتره الاخيره. من اسبوعين كان نزل اي بي بعنوان كي او، وامبارح برضو نزل اي بي بعنوان اوكي، فاهم؟ كي او اوكي. والنهارده هنتكلم عن الاي بي الجديد بتاعه اوكي، وتحديدا يعني هنركز على تراك لوجي اللي هو واحد من اقوى تراكات كريم أسامة. فبغير كلام كتير انزل اعمل لايك وسبسكرايب لو انت مش مشترك في القناه، فعل زر الجرس، انضم سيرفر ديسكورد تبع الانستجرام وكل الكلام ده، وانضم لجروب الفيسبوك. خلاص عملنا جروب جديد على الفيسبوك والجروب لسه بيبتدي، فلو في حد كمان عايز يبقى ادمن يعني كلمنا على الانستجرام وهخليك ادمن عادي. ما علينا، يلا بينا نبدا. ما تجيش تقول نصايح وانت تاريخك كله فضايح. طبعا دي المدارس في 2050 بقى، هو في 2030 يعني مش بعيد عن دلوقتي. هو ده اللي هيتقال في الاذاعه بعد كده. الان مع الفقره الموسيقيه والطالبان كريم أسامة ورف. ايه الطالبان؟ مالكش فيه، حب اسم الزاويه، حب اسم الزهرات، حب اسم المعادي. لما قفل الجاكيت هنا بان ايه اللي مرسوم على الجاكيت، وهو ايه؟ صورة شعبان عبد الرحيم. اعمل لي مصلحة، اعمل لك مصلحة. ولع الكلام، ولع يا غشيم. انت ضبلن خيش تفصل خيش بنمشي عليك. لا الولد لازم يهدى، الولد اهو شوفوا حضراتكم الولد يعني بس بيقول لك انت دبلان خيط. وامبارح واحد صاحبي كان بيكلمني على التراك ده وكان بيقول لي تفتكر البار ده في نكش لمروان بابلو؟ كنتوا فين؟ طلعوا قش، طلعوا خيش، طلعوا عشان البار بتاع طلعوا قش طلعوا خيش. انا طبعا قلت له لا، وده لان انا ما بفهمش المنطق في ان لو حد قال كلمه حد غيره كان قالها قبل كده تبقى نكش. احنا يا جماعه لغتنا نفس اللغه، فطبيعي الكلام يتكرر، فمش فاهمها الصراحه. ابعت ريش كشد الكيل، الترزي فين؟ وسع لي الجيب، وسع له الخرم عشان الدين. كشد بالكيل، الترزي فين؟ وسع لي الجيب. هنا هو عايز الترزي يجي يوسع له الجيب لان بقى معاه فلوس كتير جدا الجيب بتاعه ما بقاش مكفيها. وبرضه فكرني ببار مروان موسى. غيري محتاج حزام اضيق، مش عارف امشي عدل من كتر البواكي اللي في جيبي. محتاج حزام اضيق، مش عارف امشي عدل من كتر البواكي اللي في جيبي. ففي الحالتين التعبيرات دي بتبقى تعبيرات مجازيه. هو كده كده مهما كان معاه فلوس كتير مش هيحطها في جيبه، يعني انت فاهم، هيحطها في البنك ويمشي بالفيزا طبيعي يعني، بس هي صيغ مبالغه. الترزي فين؟ وسع لي الجيب، وسع له الخرم عشان الدين. مشتري دماغي عشان كده مفليت. وسع له خرم عشان الديل. كان بيقول ان هو عايز الترزي يوسع له جيبه عشان الفلوس كتير، فهو محتاج ان جيبه يبقى اوسع. بس انت ما محتاج الترزي يوسع لك الخرم. هنا برضو فيها ايه، فاهم؟ وورد بلاي يقصد معنى ديرتي، وفي نفس الوقت يقصد المعنى اللي هو بيكمله اللي هو يوسع لك الخرم عشان الديل، عشان يحط لك ديل عشان انت حمار. مشتري دماغي عشان كده مفلس. وورد بلاي مشتري دماغه حرفيا، اللي هو مشتري دماغه بفلوس عشان كده فلس. وده لان دماغه غاليه قوي، فاهم؟ لان هو كان لسه بيقول ان هو معاه كاشات كتير، بس لما اشترى دماغه فلس من كتر ما دماغه غاليه. وفي نفس الوقت يقصد مشتري دماغي اللي هو مكبر دماغي يعني. جيت اطفال على السكه مسح بيهم ارض الارض زفره. على الجمدان. بص بقى البار ده بيقول لك ايه؟ يوم ما واجهت اطفال على السكه مسحت بيهم ارض الارض بقت زفره. اللي هو ايه؟ اللي بيجي له على السكه بيمسح بيه الارض، وبيمسح بيه الارض يعني بيهينه. ده المعنى اللي بيبقى مقصود من كلمه همسح بيك الارض. بس هنا هو برضو خلى فيها دبل مينينج، يمسح بيه الارض اللي هو يهينه، وفي نفس الوقت يمسح بيه الارض اللي هو يمسح بيه الارض حرفيا. عشان كده بيقول لك ايه؟ الارض بقت زفره لما مسحت بيهم الارض عشان هم زفرين. رهوانات فجاي كريم يسوقهم، غلاب بتربى جوع. رهوانات فجاي كريم يسوقهم. اتمنى يكون يقصد رهوانات بجد مش الرهوان التاني. الرهوان التاني، التاني ما بيسمعش صوتهم. كريم سمسار بيسكن خوف في قلوبهم. كريم سمسار بيسكن خوف في قلوبهم. برضو هنا بيكمل في نفس الطريقه اللي هو بادئ بيها التراك، ان هو بيعمل وورد بلاي في الكلمات اللي ليها معنى حرفي ومعنى مجازي. فبيقول لك ايه؟ كريم سمسار بيسكن الخوف في قلوبهم، اللي هو بيخوفهم وفي نفس الوقت بيسكنه حرفيا لان هو سمسار وبتاع. فجمدان. صفر عداداتهم بتصفر، نبضات قلبي نازله بتخبط. اسف متصدر وسابق، فاللي هو كاننا في سباق، فبيقول ايه؟ صفر، اللي هو صفر وانهي السبق بقى خلاص. وبعدها بيقول عداتهم بتصفر اللي هي بتجيب الصفر، فاهم؟ ونبضات قلبي نازله بتخبط، يقصد ايه؟ بتخبط اللي هي بتدق، وفي نفس الوقت بتخبط حرفيا عشان بيقول ايه؟ اسف يا لوجي مش فاتح له، فاللي هو مش بيسمع يعني لقلبه، ماشي بعقله. هنا مانجا سوزي خلصت كل فلوسي على السوشي. الكليب بعيدا عن التمثيل اللي فيه والجمدان الكتير اللي بيحصل، هو كمان فيه بارات مرئيه، فاهم؟ يعني زي المشهد اللي قدامنا ده واللي مكتوب موقف كريم أسامة.
كريم محطوط في دفتر ستيفا، عايزين ناس كتير جوه في الزين ده. دفتر الاستيفا هو دفتر بيبقى في الاقسام، بيبقى فيه القضايا والمحاضر اللي ما بتكملش، فوصل ان هو عليه محاضر وبلاغات كتير معموله ضده يعني وبتاع، وان هو خطر يعني من الاخر. كله على الانتاج وبزنس وكده. طب ما البقر برضه اسره منتجه. بقى كله على الانتاج وبيزنس وكده. طب ما البقر برضه اسره منتجه. هنا هو بيتكلم في نقطه ان مش شرط عشان انت بتنتج كتير ان انت تبقى جامد، يعني فاهم؟ ما البقر برضه بينتج كتير والبقر مش شرط ان هو يكون نكش لحد معين، او هو مش واضح هو بينكش بيمين يعني. الكلات يو بليز فيد مي مور، مش شاطر بس انا كنت اذاكر له. عد الكلات بليز فيد مي مور، اللي هو بيقول ان الكلات بتاعته كتير، اللي هو الناس كتير وكمان عايز اكتر. وشيطان شاطر يقصد لو حد يعني شيطانه شاطر، عارف انت لما بيبقى حد خطر او حد مش فارقه معاه حاجه، فالناس بتقول لك يا عم ده شيطانه شاطر، اللي هي جايه برده من الشيطان شاطر، اللي هو الشيطان هو اللي سايق. هو بيقول لو شيطانه شاطر فانا مذاكر له يعني، فاهم؟ انا اشطر منه وانا اللي مذاكر له كمان، يعني انا اللي معلمه. عايشها مايله مالكش فيه، طب ساهرها ليلا مالكش فيه. هنا بيختم التراك بنفس الطريقه اللي بدأ بيها، يعني كان بيقول في اول التراك تحية باسم كل راجل جدع، مالكش فيه مش عارف ايه، مالكش فيه مالكش فيه. فهنا برضو قبل ما يقول الكورس اللي برضو بدأ بيه التراك بيقول ايه؟ سايبها عايمه مالكش فيه، عايشها مايله مالكش فيه، وهكذا. ففعلا واحد من اجمد تراكات كريم اسامه. غير التراك نفسه عجبني قوي الكليب، يعني لو تلاحظ التراك بدأ بطريقه وبعدها كان بيقول مالكش فيه وبعدها الكورس وبعدها بعد كده كان بيغني التراك عادي، ده رجع مالكش فيه بعد كده الكورس وبعد كده قفل التراك. صاحبي ومرض الارض زفره انا التسلسل ده نفس اللي حصل في الكليب برضه، يعني في الاول كان في المدرسه، بعد كده خرج بره المدرسه، بعد كده رجع المدرسه تاني. فصل خيش بنمشي عليك لابعد ريش كشاب الكيل. فبس ده كان تراك لوجي، ده اول تراك انا حلله لكريم اسامه عموما. بس كريم اسامه كان موجود قبل كده في فيديوهات معانا، من ضمنها فيديو اقوى تراكات السنه، هتلاقي اللينك بتاعه في الاي فوق، انت تتفرجش عليه روح اتفرج عليه. واحبك من شارع رايح بس مش راجع، كل ما امشي فيه الاقي نفسي في العكس. طيب الاي بي ده كان فيه كمان تراكين، وهم تراك ماذا بعد، مايك واقف قدامه بذيع لما بتكلم كله يقلب على السميع، وتراك توعيه. زميلي جيبي دافي من شيل كتافي تعدوا الكوافل. تراك ماذا بعد وتوعيه الاتنين بيشتركوا في حاجه، وهي الكواليتي العاليه جدا، ودي اكتر حاجه بستغربها في كريم اسامه، اللي هو انت يا ابني بجد انت لسه بادئ، انت متاكد من الحته دي؟ يا ريت لو حد عنده معلومه فعلا يعرفنا. يعني هل كريم اسامه كان مثلا موجود بشخصيه زي داما مثلا ودي شخصيته الجديده؟ ما هو اصل مش طبيعي ان ده واحد لسه بادئ. يا ليالي يا ليالي شفتش فيها حاضر. بص يا عم، بص الجمدان، هو كده التراكين ما فيهمش حاجه يتحللوا، يعني انا سمعتهم ما فيش حاجه انا مثلا محتاج ان انا اوضحها او كده، بس اللي انا بتكلم فيه ان التراكين دول وخصوصا تراك توعيه بيودوك في مود وفي حته تانية خالص. والحاجه اللي فعلا ابهرتني في تراك توعيه هي ان البروديوسر بتاعه هو كريم اسامه برضه، فالراجل مش بس كرابر جامد، لا هو كمان كبروديوسر جامد قوي. وبس يعني ده كان اي بي اوكي. انا عموما لو انت متابعني ومتابع القناه فانت عارف ان ده مش نوع تراكاتي المفضل، بس رغم كده التراكات عجبتني، ده اولا، وثانيا كان لازم نتكلم عنها عشان نديها حقها، لان فعلا اللي بيحصل ده مش طبيعي. فقولوا رايكم انتوا في الاي بي في الكومنتات. ويعني بس ده كان فيديو النهارده. زي ما قلت في اول الفيديو احنا عملنا جروب جديد على الفيسبوك، فيعني لو ما انضمتش هتلاقي لينك في الديسكربشن انضم للجروب ده اولا، ولو انت حابب تبقى ادمن، بس يعني تبقى ادمن وهتعمل حاجه، يعني فاهم؟ عشان في ناس بس اللي هي انا عايز ابقى ادمن، ليه هتعمل ايه؟ مش هعمل حاجه بس انا هبقى ادمن. فبس يعني لو انت عندك وقت وحابب انك تبقى ادمن كلمني على الانستجرام هخليك ادمن. واهم حاجه ما تنسوش تدعوا اخواتنا في فلسطين، ربنا يا رب ينصرهم، واعمل لايك سبسكرايب وفعل زر الجرس واعمل لي فولو على الانستجرام كل الكلام ده. وبس اشوفكم في فيديو جديد.